السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي كل سنة وانتم طيبين. حبيت اوري واحدة صديقتي كده على الجروب بتقولي ورينا طريقة الفسيخ ازاي بتتعمل. دول 2 كيلو 5 وحدات. احلى ميزان اللي هم ال 2 كيلو ليكوا 5 وحدات اللي هم وزنهم حلو وعيارهم حلو. انا كده ملحتهم وكده انا بكيسهم اهو. بعد ما خلصتهم بفضي الهوا خالص 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 واروح عامله ايه، قافله، الفها خالص كده واروح قافله وافضل اعبيه بقى ايه من كيس لكيس لكيس لغايه ما ابقى مطمنه ان هو ما بقاش معرض لاي تهويه او اي هوا دخله. كده انا ملحت ال 2 كيلو الاولانيين. طب احنا ملحناهم ازاي حلوين؟ تعالوا نشوف بقى مع بعض احنا ازاي ملحناهم. عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم 2 كيلو، وعندي هنا كيس ملح الا ربع من هنا، بيبقى معايا شويه ملح ومعلقه شطه احتياطي. تمام. انا بحط الملح ده بوري انا شاريه امبارح الصبح مثلا، وجبته وسبته في اكياسه، طلعته ومسحته نضفته من الميه بتاعته الحمراء. تمام. وهنا لازم تحطي في النخشوش بتاعه، اهم حاجه النخشوش بتاعه. يعني ايه نخشوش؟ يعني اللي هو اللي بيبقى هنا. اتفقنا حبايبي؟ تفضلي ترشي على السمكه فوق وتحت، بس في الاول عشان ما تنسيش ان انت حطيتي في النخشوش او ما حطيتيش، يبقى تبداي بالنخشوش في الاول. اتفقنا يا قلبي؟ هنيجي هنا برضو عندي السمكه دي وعندي السمكه دي وارش بره وجوه. حبايبي هي مش صعبه، اصعب حاجه في الحدوته انك لازم تجيبي سمكه نظيفه ومن عند ناس مضمونه، اللي هي تبقي مطمنه ان انت لما تملحيها تبقى طعمها نظيف وجميل. اتفقنا؟ انا زي ما عملت في دول هعمل برضو نفس الحدوته. ازاي يا حبايبي؟ اجيب كيسه برضو نظيفه. احنا اتفقنا ان البوري ده جاي امبارح وسبته في اكياسه زي ما هو مقفول عليه في علبه. تمام. وبعدين انا بعبيه اهو بعد ما انا ملحته واضفت له الشطه والملح. في ناس بتحط كركم، في ناس بتحط حدوته يعني بزياده، هم حرين، ولكن انا زياده عن الملح والشطه والفلفل. انا اسفه، زياده عن الملح والشطه وشويه زيت. انا بعد ما قبل ما انا نسيت اقول لكم، قبل ما بقفل هنا بحط شويه زي نص كوبايه زيت. انا هجيب الزيت واضيفه على الاثنين، افتح على ده وعلى ده. شايفينه هو اهو هيتقفل عليه كيسه زي حوالي 4 اكياس كده. اقفل عليه كيسه جوه كيسه، اسفه، كيسه جوه كيسه جوه كيسه. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ اروح قافلاه واحطه في علبه محكمه الغلق. بعد ما اقفلها احطها في مكان في الظل دوت بحيث ما يبقاش معرضه للشمس، واسيبهم لمده 10 ايام. ساعات مع الوقت الشتاء او الساعه بيبقى 15 يوم. كل سنه وانتم طيبين. دي طريقه عمل الفسيخ سهله، جربي ان شاء الله هتلاقي نفسك بتعرفي، ما هيش صعبه. كانت معاكم اختكم هناء ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.